ما طلعت فضائيا حيقال ادمس. وانت يمكن انك انت تقدر تستشف هذا بالاتصال من الامير عبد الله بن مساعد. حيقال ادمس حيقال، ولكن انا اخطات في الخروج فضائيا والكلام. اخطات في حق من؟ اخطات في حق الرئيس والمدرب. لا. والمساعد. لا. ونجيب. لا. اقول لك ليش لا. ليش؟ لانه الامير عبد الله بن مساعد لما احضر ادمس كمدرب وفاز معاه بكأس ولي العهد. نعم. صحيح؟ نعم. وأعطاه كامل الصلاحيات، وأعطى أدمس كامل الصلاحية للموسم اللي بعده، وأخذنا أدمس إلى معسكر في هولندا. حلو. يعني عقلية احترافية من الأمير عبد الله بن مساعد، وثقة بعد ما أحضر، بعد ما جاب كأس ولي العهد وفاز في المباريات المتبقية على أكبر فرق المربع. صح؟ أعطاه كامل الصلاحية في معسكر هولندا. من خذل عبد الله بن مساعد هو أدمس، لأن المعسكر لم يكن معسكر. ايش كان؟ كان معسكر ناقص من جميع النواحي. ما نبقى عنك انه معسكر سياحي وترفيهي، لا. ايش كان طيب؟ كان في تعب. اعلمك ايش كان. كان عبارة عن فندق صغير في منطقة تقريبا، وتعرف هولندا يعني إذا قال لك الملعب قريب ممكن انك في أي مكان تسوي عرضتين تحط ملعب، لأنه ما شاء الله الطبيعة في كل مكان. لكن فندق لم يتواجد فيه صالة حديد، مع انه كان نواف دمياط، حسن العتيبي، عمر الغامدي، اللاعبين كثير مصابين. نعم. مسبح، وهذا شيء مطلوب ما في التأهيل. زين. نوعية التمارين لم نتمرن تمارين لياقية أبدا، قياسا بمعسكر الباحة الله يذكره بالخير مع مدينة ولوري ساندري. مباريات ودية قوية، واحنا لسه في فترة سوري، مباراة ودية طبعا تعتبر قوية لأنه مع فرق درجة ثالثة ما كانت كويسة، لكن مباراة واحدة ودية بعد 8 أيام مع فريق اللي هو الوحيد اللي لعبنا معه قوي، اللي هو ويلم 3 ويلم 2. نعم. صح ولا لا؟ بعد هذه ما عد الفريق إعداد صح. احنا للأسف من كان متواجد؟ كان المستشار الفني نجيب الإمام. مو من واجب نجيب الإمام لما يشوف حاجة زي كذا انه يقول الأمير عبد الله، وتواجد الأمير عبد الله 3 أيام، تواجد مع فادي مصيبيح. فادي مصيبيح ما كان راضي عن المعسكر في هولندا. نجيب كان راضي؟ هو المستشار الفني المفروض انه يقول انا اسالك كان راضي؟ انا ما اعرفه، ما انت شلون تكلمت تعرف انه فهد راضي ونجيب مو راضي؟ لا، لانه فهد مصيبيح تكلمت معاه، وقبل فهد مصيبيح ما كان راضي. تكلمت مع نجيب؟ فهد مصيبيح ما كان تكلمت مع نجيب؟ نجيب الامام ما كان راضي، ما كان عنده اي مشكله في المعسكر. تكلمت معه؟ قال لك هذا بلسانه؟ لا، بس انه ما تكلمت معه، بس انه ما قال لي نجيب، ما قال لي مثلا الامير عبد الله بن مساعد انه نجيب، انه يعني موافق نجيب على يعني الامير عبد الله بن مساعد لازم يقول لك كل شيء؟ اي نعم، لاني انا تكلمت معه انه المعسكر لازم يقول لك كل شيء. لا لا، انا تكلمت معه يا امير عبد الله، وجلسنا في لما كان متواجد في هولندا، ان المعسكر هذا انا والدعي وعبد الله شريده تواجدنا مع الامير على طاوله من الطاولات بعد الغداء. وقلنا الوضع انه غير ملائم، والمعسكر اللي احنا جالسين فيه هذا مو متكامل. حلو. في نقص كبير. طبعا لما يكون ايام المعسكر ليش مثلا ما قال مثلا المستشار الفني في ذاك الوقت، حتى بامكانه ما دام مستشار فني في ذاك الوقت انه يقول لك المعسكر وين النواقص؟ انتم على الاقل غير الفندق، صح ولا لا؟ يعطي تقرير لا مستشار فني اجل ليش؟ مش قضيته. ليش؟ مش قضيته. لا مش قضيته. اترك الجانب. لا مش قضيته. مستشار فني انت هو متواجد يقيم لك المعسكر ويقيم لك التمارين. لا ما كانت هذه قضيته. اللي يقيم لك التمارين منه. لا ما كانت قضية نجيب. وش نجيب يقيم أديموس. طبعا يقيم التمارين ويقيم اللاعبين. لا غلط. لا يقيم أديموس ويقيم جهازه الفني بالكامل. نجيب كان عضو لجنة فنية لاختيار اللاعبين الأجانب فقط. عضو لجنة فنية ما يقيم؟ نعم. طيب. يقيم مدرب وفريق. ليش تواجده؟ ليش تواجده؟ كان تواجده لاستقبال بعض اللاعبين الأجانب اللي بيجربون عندهم في المعسكر فقط. نعم. لا ما كان له اي دخل في انه يقيم الفريق. دخل ما كان له، واللي علمك الخاص ما كان ادموس. طب خلينا نقول خذلان ادموس، من خذ هذا يعني عبد الامير عبد الله بن مساعد هو اللي خذ الادموس، صح؟ هذا اللي تبغى تقوله او شو تبغى تقول؟ شو اللي جاب السيره دي؟ لا، لانه انت تقول لي الان ادموس. زين. انا اقول لك ادموس ما حد يقيمه، اجل من يقيم ادموس؟ عقليه الاحترافيه اللي في الامير عبد الله بن مساعد لما اعطى كامل الصلاحيه الى ادموس. هذه معلومة توني أعرفها أن نجيب الإمام ما يتدخل في الأمور هذه. ما يتدخل أمور ثانية في الفريق. لما أعطاه كامل الصلاحية بمعسكر الفريق كويس، إذا أدموس هو من خذل عبد الله بن مساعد. حلو.
انتم يعني الكباتنه في الفريق، نعم. محمد دعيع، عصام الجابر، نعم. عبد الله شريده، رحتوا وقلتوا الامير عبد الله. نعم. ايش كان رده؟ كان الامير عبد الله رده واقعي، كان انسان محترف وعقليه انه لسه في بدايه المعسكر، كيف انه يتخذ اي قرار، يواصل المعسكر على ما عليه. كان المعسكر 13 يوم. كانت التمارين اشبه بتمارين تعليم كره، ترفيه مو ترفيه، اساسيات. كانت المشاوير اللي احنا نسافر فيها او بقول لك نسافر فيها لانه كانت ساعتين الى 3 ساعات، يعني ساعتين تروح ساعتين تجي. حلو. احيانا حلو. الفحوصات الطبيه اللي سويناها في بلجيكا وهولندا مستشفيين. كانت في لاعبين يغيرون، يعني اخذت منا يوم من 6 الى 12، وبعدين 12 يغيرون اللاعبين وعلى هالحال. كانت ممكن انك تسويها هنا، عملناها عام 93 مع كاندينو لما استلم المنتخب في تصفيات بدايه تصفيات كاس العالم في جامعه الملك سعود، عملنا نفسها اللي هي تعرف الليكتيد والحاجات اللي احنا نسويها هذه. جميل. هذا اللي ممكن تقول انك استفدت منها، وقياس العضله بالسايبكس وما السايبكس. هذا الشيء الوحيد اللي انت عملته، ممكن تعملها في بلدك، وبلدنا ولله الحمد غنيه بالاشياء هذه. بعدين الكارثه الاكبر لما ترجع من هولندا تروح الى وين؟ الى ابها. هنا هل في عقليه احترافيه؟ اول شيء ابها الفرق الموجوده كلها تلعب دورة الصداقة. كان هذا راي اديموس المغادره لابها؟ طبعا بناء على طلبه، لانه الحر يضايقه. نعم. انه الحر يضايقه، وين رايح لوحده ولا رايح مع مجموعه فريق؟ يمكن يبغى صعبه من هولندا يرجع للرياض، يمكن حر فطلب يروح لابها. على العموم هذا موضوعنا احنا. ابها الفرق كلها مركزه في بطوله الصداقه، يعني ما في فرق ممكن تلعب معك، صح؟ الملاعب كلها مشغوله، تمرنا على ملعب غير قابل للتمرين وقامت المباريات، ما لعبنا الا مع فريق ابها يمكن 3 مباريات وديه ورا بعض. حلو. ناهيك عن انه التدريب وطريقه التدريب برضو في ابها ما اخذنا الجرعات اللياقيه طيب. اللي احنا المفروض ناخذها. خلينا نكمل يعني بالتالي. سام. عشان اعلمك من خذل عبد الله بن مساعد. لما انت تعطيه الثقه ومن كيف خذله، عشان ما تقول لي بعدين قبل شوي انت خذلت عبد الله بن مساعد. لما تجي طريقه الاعداد. طيب. اخر 3 ايام حضر نادي الاتحاد، وكان مدربهم كاندينو ومادينا، ونادي الاتحاد ما اخذ الا 10 ايام اجازه لما بعد لعب السوبر المصري السعودي مع الزمالك، اخذ 10 ايام، بعدين جاء واخذهم كاندينو ومادينا الى ابها معنا في نفس التدريب. ممتاز. كان تدريب الاتحاد يبدا الساعه 8:30 وننتهي 11، احنا نبدا 9:30 وننتهي 10:30. والتمارين اللي نشاهدها اعرفها لانه مرت علي مع مادينا. اخر شيء مرت علي مع مادينا عام موسم 2000 يا بتال. موسم 2000 اللي حقق فيه الهلال 4 بطولات، وعسكرنا في الباحه اسبوعين، مده اسبوعين. حلو. رجعنا فيها تصاعد مستوى تصاعد الفريق، راح لوري جاي يوردنسكو استلم فريق جاهز بسبب الاعداد. الفريق اذا ما كان عنده قاعده بيسك، قاعده لياقيه، ما يقدر يعطيك. لذلك ما كان موجود ابدا في الهلال. لذلك تشوف التذبذب. طيب ممتاز. الامير عبد الله مساعد قال لكم في البدايه انه المعسكر ما يزال في بدايته، رحتوا ابها، حكيتوا نفس الحكي مره ثانيه؟ نعم. ايش كان رده؟ ما حكينا مع الامير عبد الله مساعد، اجتمعنا مع اديموس انه المعسكر ما يصلح ولا لازم نكمل المعسكر. كانت عندك مشاكل مع اديموس في هولندا؟ يعني تبغاني ارجع؟ لا انا ننتقل الى مرحله مشاكل اديموس. خلينا اول شيء في لا ما كان عندي اي مشاكل. ولا معيان؟ شوف من وصول ولا معيان سامي؟ شوف من وصول اديموس الى رحيله كان عندي مشاكل معه، وابغى لا انا تكلمت عن انا توصل سؤالك عشان ابدا. تكلمت عن هولندا. هولندا كان في مشاكل معه؟ لا ما حصل اي تصادم بينكم؟ اي حصل مع يان في هولندا. لا حصل مع ستان الاخصائي العلاج. نعم. لما رفضت انت الجوله الحره اللي لا سووا لها برنامج. لا هذه الجوله الحره الثانيه ما رفضتها، هذه يان جاء اعطونا جوله حره. ممتاز، انت قلتها حره. جوله اعد السؤال. اعطونا الجوله. سؤال قلت جوله حره. ايوه ممتاز، يعني قلتها حره. ويجي يان ويغير البرنامج ويخليها جوله تركب قارب وتدور في كنال. غيرها. طبعا انتم غضبتوا، وانت يعني انتم غضبتوا منهم اللي اللاعبين بالذات، يعني كان 3 أو 4 لاعبين. ممتاز. كان لا نعم. غضب جميع اللاعبين، بس انه الكابتن دور الكابتن انه يتكلم. نعم. ان هذا الشيء غلط. طلبت انه نعم طلبت يعني انه يخرج من الغرفه اللي كنت فيها انت واديبوس، وقلت انا كابتن الفريق وحدث المدرب. لا ما حصل. لا ما حصل. سامي، كانت تنقل لنا اخبار من هولندا بانه كل شيء تمام، كانت تنقل عن طريق شبكه الهلال او شبكه الزعيم. نعم. كويس، لانها كانت اعتقد هي المرافق الاعلامي الوحيد للفريق. نعم. هل كانت تنقل حقيقه؟ شبكه الزعيم اول شيء شبكه راقيه.
انا سالت سؤال محدد سامي. طبعا بجاوبك على سؤال، بعطيك المقدمه على اساس انه انا اعرف الاتهامات اللي قائمه سواء شبكه الزعيم او شبكه الهلال او منتدى سامي. بس خلينا